ممكن يظهر معاك الفلتر كده او كده او كده. ازيكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. وفيديو جديد، فلتر جديد النهارده، ويا رب يعجبك عشان هو عاجبني انا شخصيا جدا. وطبعا مش محتاج اقول لك انا تعبت على الفلتر ده قد ايه، فانزل دوس لايك وسبسكرايب لو انت مش مشترك هنا في القناه، عشان الفتره الجايه هينزل حاجات كتير جدا هتعجبك. واهم حاجه لايك، تمام؟ لايك عشان الفيديوهات ما بيجيش عليها لايكات اصلا، فانا بحس ان الفيديوهات مش عاجباك او حاجه، مع ان الناس بتكتب لي كومنتات كتير، الكومنتات بتبقى اعلى من اللايكات احيانا. فاللايك اهم حاجه عشان اعرف ان انت عجبك الفلتر. وبس كده، من غير ما اطول عليكم، يلا بقى نخش على الفلتر على طول. تعالى بقى اشرح لك شويه حاجات كده تظبط بيهم الفلتر، عشان انا مش جاي اشرح لك اصلا اعدادات ولا الكلام ده كله خالص. هتعمل ايه لو لقيت الفلتر معاك بالشكل ده؟ كل اللي انت هتعمله ان انت هتخش كده على الالوان، وبعد كده هتخش على اللون البرتقاني وهتنزله على حسب لون بشرتك واللون البرتقاني اللي موجود في الصورة او كده. كل اللي انت هتعمله دلوقتي لو لقيت الفلتر كده، كل اللي هتعمله هتخش بس على الالوان، وهتلاقي الفايبرنس دي في مكانها عادي. كل اللي انت هتعمله هتزودها لحد ما تظبط معاك على حسب صورتك او كده. كل اللي انت هتعمله ان انت هتروح على اللايت، وبعد كده هتروح على الاكسبوجر دي وتقللها، بس مش اكتر. وهتلاقي بقى الرابط تحت في الديسكريبشن. وعلى فكرة انت فاتك كتير جدا، لان الفلتر ده نزل امبارح بالليل على قناة تليجرام. هتلاقي رابط تليجرام تحت في الديسكريبشن عشان ما يفوتكش الحاجات الجامدة دي. وبس كده، اشوفك بقى في فيديو جديد. سلام. وملحوظة، الفلتر مفيش عليه بصوات، لانه هو نزل امبارح على التليجرام عادي خالص. فتابعني على التليجرام، لاني مش بنزل عليه اي كلام، بنزل عليه فلاتر جامدة. وبس كده، اقولها تاني. سلام.